فاشله كلها فاسده. هاد الحكومه من نهار اللي شفنا هاد الحكومه ما شفناش معاها النهار زوين، من نهار اللي شفنا ما شفنا حتى شي نهار من وراها اللي كنفرحوا به. واخرج لنا بقرار مقاد اسي اخنوش ابن موسى ولا حلوث بحالكم. الشعب ما بقاش باغيكم، ما بقيناش بغيناكم، بغينا غير مليكنا. حيانا الله اخوتي المغاربه، حتى شنا النظام الاساسي كيتجمد مع اللحم ومع القصبر. تا قول لي في غادي بينا، ترى عدينا على قد عقلنا، اشرح لينا غير واحد. تراه الامهات ما راضيينش، التلاميذ ما راضيينش، زيد على ذلك الاساتذه اللي انت نهار على نهار كتحطم فيهم، نقصتي ليهم من الصالير ديالهم. كاين اللي مسكين مع الاقتطاعات تقطعات ليه اكثر من 3000 درهم، ومسكين كيتنقل للرباط وما عندوش حتى باش يعيل الاسره ديالو. تا قول لي على من كضحك باش كدير لينا التجميد ديال النظام الاساسي؟ راه سوا اليوم او لا سوا غدا. الا كان الهدف ديالك انه تقري ولاد الشعب وتدخل التلاميذ المدرسه والحجرات الدراسيه ديالهم باش يقراو، حاول تسوي الوضعيه ديال الاستاذ وترجع ليه الكرامه ديالو. فراه لا يعقل انه غادي تجمد ليه انت هذا النظام حقه الواد باش هو يدخل القسم. كيفاش انت جمدتيه؟ حنا كنعرفوا النظام اما كيتلغى او لا اما كيبقى هذاك النظام. حل واحد، خرج من الرونده ديالك. اما باش تجمدوا راه سوا اليوم سوا غدا داك النظام خاصو يحيد، وهادشي اللي كيامنوا به الاساتذه. زيد على ذلك الاقتطاعات اللي كتقول لهم لا الاقتطاعات ماشي بيدينا، الصالير داز وداك الشيء قانوني صادقنا عليه. خلينا نسمعوا اللسان ديال هاد الام هادي. كان عندنا امل كبير ما انه يخرج لنا شي قرار باش وليداتنا يرجعوا للمدرسه. واش داروا لهم هذا النظام؟ داروا لهم هذا النظام التجميدي. واش هو ولا اللحم غادي يجمدوه غادي يجبدوا يعاودوا يطيبوه؟ واش ولادنا ولاو لعبه بين يديهم باغيين ولادنا يدخلوهم يدوزوا بهم لصحاب بريفي ويرجعوا يجبدوا لنا هذا النظام؟ وعقنا وفقنا ما بقاش عندهم الحل، غير يبقاو لنا الحل ولا يعطيونا سنه بيضاء. ولادنا ما غاديينش يقراو، ولادنا ما غيدخلوش المدارس الا ما دخل الاستاذ بالكرامه ديالو. ما كاين حتى شي لقاء، ما كاين حتى شي حاجه، هضره خرافيه مع انه تجميد، مع انهم غادي نزيدوكم في هذا الشهر غنزيدوكم 300 درهم والشهر الجاي نزيدوكم 200 درهم. واش هو تيدير الميناج؟ راه استاذ راه طلع سلم بسلم وطلع درجه بدرجه. واما الحكومه كامله طلع، حنا اللي طلعناه، حنا اللي صوتنا عليهم. هذوك الوزراء حنا اللي طلعناهم، والبرلمانيين حنا اللي طلعناهم. ملي هذا النظام بغى يطبق على الاستاذ يطبقوا تاع الحكومه، يديروا معاهم كونترا. الا ما عجبناش الي برا. الاستاذ الا غلط بغاو ينقصوا لي من الصالير ديالو، حتى هما الا غلطوا يتحاسبوا ويتنقص لهم من الصالير. واش هما تيضربوا 5 سنين كيبقى يتخلص 5 المليون للشهر وجالس في دارو، والاستاذ يقرر ويخدم ويردم حاطين لي 40 تلميذ في القسم وكلها كيواجهها، كلها كيشرح لي هذا الدرس، وفي الاخر اجي نقصوا الاستاذ ماشي لعبه بين يديكم. ولادنا ماشي لعبه بين يديكم، عقنا وفقنا. ولادنا ما داخلينش للمدرسه، ما غنديروا لهم التعليم عن بعد، ما قابلينوش رافضينه، ما غنديروش اجتماعي. ايوا السيوم اخنوش، اجي انت قنع علينا غير الامهات واولياء التلاميذ قنعهم بهذا التجميد ديال النظام، فما بالك بالاستاذ اللي قرر هذه الوزاره اللي كيحاولوا يلعبوا بهم الرونده؟ راه من العيب وعار تعبت وتضحك على الاستاذ بحال هكا. انت كتقول لي غير رجع للقسم ديالك. حنا هذا النظام اللي ضارك في راسك انا غنديرو في الفريكو حقه الواد حتى ديك الساعه نطبقوا عليك، سواء اليوم او لا غدا. انا راه اجلته ما لغيتو ما حتى شي حاجه. ديك الساعه انا درتو في الثلاجه ونبقى معاك على مائده ديال الحوار. قول لي اش من حوار انا معاك وانت قاطع ليا من الصالير ديالي 3000 درهم 3500. كاين اللي مسكين ما عندوش حتى فلوس ترونسبور دابا. تا قول لي اش من حوار بقى لينا معاك؟ قنع لينا هاد الامهات، خلينا نكملوا الكلام ديالها والله يعطيها الصحه. دوزوا بهم سيمانه وتقولوا لي ما جيو للفروض، راه حنا درنا لكم الدعم الاجتماعي، راه درناه دخلوا دوزوا. ولكن لا، حنا بغينا الاساتذه ديالهم يدخلوا، والاساتذه ديالهم اللي غاديين يقريوهم وهما في استطاعتهم غاديين يعوضوا لهم داكشي اللي ضاع. استطاعته الا كان يخرج مع الخمسه غيخرجهم حتى السبعه، الا ما كانش كيقري السبت والحد غادي يقري السبت والحد وغادي يناضل، ولكن يرجع بالكرامه ديالو وما يتهانش. وهذا النظام اللي بغيتوا تطبقوه اللي بغيتوا تجمدوه حتى تدوزوا بولاد بريفي، راه حنا عقنا، راه حنا عرفنا كل شيء. ماشي حنا لعبه بين يديكم باش غادي ندوزوا بولاد بريفي على ظهرنا. لا، راه ما كايناش غير لقاو لنا الحل ولا عطيونا سنه بيضاء. سنه بيضاء غتكون علينا وعلى بريفي، غتكون علينا كاملين. هاد
الحكومه كلها فاشله، كلها فاسده. هاد الحكومه من نهار اللي شفنا هاد الحكومه ما شفناش معاها النهار زوين، من نهار اللي شفنا ما شفنا حتى شي نهار من وراها اللي كنفرحوا به. البارح كان املنا الوحيد مع انهم غادي يخرجوا لنا بقرار وغادي يقولوا لنا وليداتكم غادي يرجعوا للمدرسه، ولكن ما شفنا من وراهم حتى شي حاجه. جمدوه، راه اللحم حطوه في الفريغو، ملي غادي تبغيو جبدوه طيبوه واخرج لنا بقرار مقاد. اسي اخنوش ابن موسى ولا حلوس بحالكم، الشعب ما بقاش باغيكم، ما بقيناش بغيناكم، بغينا غير مليكنا، ما بغينا حتى شي واحد فيكم. هاد الحكومه ما دارت لنا حتى شي حاجه. حنا صبرنا على غلاء الاسعار كامله وقلنا ماشي مشكل، انا الزيت دار 440 ما نجيبوش، ولكن ولدي يقرا، ولدي خط احمر، ولادنا يقراو. فين هو حقوق الطفل؟ فين هما؟ الطفل عنده حقوق ديالو، من الواجب ديالو يدخل يقرا. واش بغيتو تشردوهم اكثر ما هادو اللي تشردوا؟ واش بغيتو تشردوهم اكثر ما هاد الوليدات اللي مشردين في الزناقي؟ نتوما دابا حنا خارجين مسيره سلميه، كنشوفوا الامن وكنشوفوا كلشي معنا، ولكن ملي كيكونوا الوليدات كيتغتصبوا كيكونوا منهم ريوس مناش من الحكومه. الحكومه هي اللي دايره لنا هذا الشيء. كون كان عند الوليدات فين يخدموا فين يتلهاو كاع ما نوقعوا في هذا الشيء كاع كامل، ما نوقعوش في هذه المصائب وفي هذا الكريساج وفي هذه السيوفه، وكنشوفوا الوليدات كيتشردوا في الزناقي قدامنا. كنت مغدا انا قدام داري كيجي فوق دري فوق جوج كيتشمكروا، ملي كنخرج ما كنقدرش نهضر معاهم ولا تنشوف فيهم، حيت الا شفتهم شوفه ناقصه اذا رانا عليهم غنوليو في حوايج خايبين. ولكن نتمنوا من الله ونتمنوا من سيدنا يتدخل في اقرب وقت ويدير لنا حل هذا الشيء. راه هذا الشعب ديالو راه سيري كيضيع. كتابعوا انتم كأمهات يعني هذه الاتفاقيات ما يعرف في منصات التواصل الاجتماعي ان هناك تبعيد اكثر للاساتذه المغربيين. الاساتذه المضربين على الحق ديالهم، مضربين على الحق ديالهم، باغيين الحق ديالهم يرجع ليهم. هما ما بقاوش كيقلبوا على ديك الزياده اللي كيقولوا لي غنزيدوك 300 درهم غنزيدوك 200 درهم. دابا هو تيقلب على هاد النظام الاساسي، حيد هاد النظام المآسي. انتما واش شهرين اللي ما تخادش فيها قرار، شهرين راه بزاف باش كتقولوا لينا غادي نجيبوا لكم اساتذه يعوضوا لكم. انا بنتي استاذه باقا ما كتبتش الدفتر عندها، اشنو غتعوضوا ليها؟ واش غتعوضوا ليها 14 ساعه اللي ضاعت من عند الاستاذه؟ راه حنا شهرين وهي كتدخل عندها غير ساعتين في الاسبوع، كيفاش غديروا تعوضوها؟ راه بزاف علينا، راه بزاف. كنطلبوا من سيدنا يتدخل في اقرب وقت ممكن. راه املنا الوحيد ورجانا بقى في الله وفي مليكنا، هو اللي بقى تنترجوه وتنطلبوا منه بانه يتدخل لنا ويشوف الحل لوليداتنا. راه وليداتنا تيضيعوا، وما عمرنا سمعنا شي قانون التجميد، ما عمرنا سمعنا، هذه ما كايناش في الدستور، ما كايناش بانه القانون غادي نجمدوه. راه ما كاينش تجميد، ولا دايرين لعبه بين يديكم، باغيين ندخلوا ولادنا نضحكوا عليهم. ولادنا ما غيدخلوش وما غاديينش يقراو، والاساتذه ما راجعينش للاماكن ديالهم. ولا بغيتوا تعطيونا سنه بيضاء غير عطيوها لينا. شكرا. صراحة هادشي يا اخوان، هاد الكلام اللي قالته هاد الام تبارك الله عليها، راه حتى الدستور المغربي ما كاين لا تجميد لهم يحزنون. حنا كنعرفوا هاد النظام اما يتلغى اما يصادقوا عليه الا كانوا متفقين مع بعضياتهم. اما مادام انه الاستاذ ما راديش بهذا النظام وكيقرر انه هذا النظام خاصو يحيد، فراه اما يحيد اما يصادقوا عليه، وحده في الجوج. اما باش دير لي حقه والواد غيدخل القسم انا هذا النظام راني جمدته ودخلته للثلاجه مع القصبر، لا اسمح لي راهي كتضحك وكدير العكر فوق الخنونه. وهاد الاساتذه اللي انت باغي ديرها بهم ما تنساش راه هما اللي قراوك، وما تنساش بلي راه اي واحد سواء كينصب او لا كيكذب فراه داز على يد الاستاذ عاد وصل لديك المكانه. والسلام عليكم اخوان.